الصبايا اللي بحبوا يحافظوا على رشاقة جسمهم ومحبين الأكلات الصحية والمثابرين بالدايت يجوا لعندي لهون. اليوم رح نعمل مع بعض إن شاء الله أكلة صحية وسهلة وبسيطة، وبنفس الوقت رح أتناقش معكم بموضوع بخصوص الدايت والأكلات الصحية. اللي بحب يستفيد يتابعني، بجوز لأني أساوي سلسلة بخصوص هذا الموضوع. يلا نبدأ مع بعض ولايك حلو مثلكم. السلام عليكم، كيفكم يا صبايا؟ رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. اليوم نزلت على البازار، لقيت الجو شمس، يعني مو شمس حامية، لأني أنا بالشمس الحامية مخي على الأخير بضرب، ما بعود بتحمل إني أمشي أبدا. فلقيت الجو كويس فنزلت على البازار، اشتريت فاصولية واشتريت شوية خضروات وجبتهم. جيت قلت أساوي فاصولية وسجلتكم هيك مقطع فيديو ونتسلى شوي مع بعض، وبنفس الوقت نتناقش شوي بموضوع الشغلات الصحية وهيك بعض الشغلات. بالنسبة يا صبايا اللي سكران هالأيام، عم بشوف صبايا إني عم ساووا دايت وعم بيهتموا شوي بغذائهم، بعد ما إني جسمهم كتير عم يسمن وكتير عم ينصح، فإني هيك عندي كم نصيحة إني أنصحكم إياها. أول شغلة إني الرجيم مباشرة، إني هيك من وزن عالي لو وحدة إني تصير مثالية وجسمها مثالي مباشرة هيك فورا بلمح البصر، ما في شي هيك إني بصير. كل شي هيك بالاستمرارية بيصير. قليل دائم أفضل من كثير زائل. لما كل نهار واحد إني ببلش خطوة بنحف عن هلاته، أحسن ما والله إني بيوم وليلة يفكر إني ينحف. هون على الأخير بعود بتبهدل جسمه. أفضل شيء للنحف إني وحدة هيك تنحف ويكون جسمها صحي ويكون جسمها مثالي، إني والله ما تاخذ لي أدوية. هذا الشيء كتير مضر للجسم. إني وحدة تاخذ أدوية، تروح على الصيدلية وتاخذ أدوية، بعد ما ينحف جسمها يرجع، بعد ما توقف الدواء جسمها كلياته يرجع أبشع من لما كان. وبنفس الشيء نفس الوقت هذا الشيء عم تاخده ضرر في جسمه. فليش ما واحد إنه ياخذ شغلات طبيعية؟ مثلا يحافظ أول شيء على السلطات. السلطات كتير مهمة للجسم، كتير مهمة لطول الشعر، كتير فيها حديد للجسم، بتعطي قوة للجسم، تعطي نشاط وطاقة للجسم. كتير السلطات مفيدة. الخس، البقدونس، الجرجير، الخيار، هذا قبل كل وجبة إذا وحدة أكلتها جسمها بالعكس بيصير فيه إني قوة، وبنفس الوقت بنحف جسمه وبكون شيء طبيعي. الرياضة، الحركة بركة. الرياضة كتير مفيدة، إني وحدة يعني تواظب على الرياضة يوميا. الرياضة كتير بتزيل الدهون، كتير بخصوصا هلا فصل صيف أسرع. يعني لما جسم الوحدة إني بتساوي رياضة وبنزل كمية سوائل من جسمه، هي بتستفيد أكتر من الشتاء، لأن كل كمية السوائل اللي عم تنزل هذا كله سموم من الجسم. كمان نفس الشيء بالنسبة للقرنفل. القرنفل والزنجبيل هدول كتير كمان مفيدين. أول شغلة إني قاعدة خدوها، إني الشيء اللي بنفع لجوات الجسم بنفع لخارج الجسم. يعني مثلا القرنفل بنفع لداخل الجسم، إني واحد إني يغلي قرنفل ويشربه، وبنفس الوقت بنفع للشعر، بنفع إني وحدة تبخ شعرها منه، بنفع إني للالتهابات، بنفع كتير لشغلات القرنفل. والزنجبيل كمان كتير مقوي وكتير فيه فوائد للجسم، وبنفس الوقت بحرق الدهون. ليش ما تستعملوا مواد طبيعية أفضل ما إني والله تستعملوا أدوية من الصيدليات؟ هذا كلياته ضرر لجسمكم، كلياته فيه سموم. دايما واحد يلجأ للشيء الطبيعي أحسن ما يلجأ للشيء اللي فيه سموم للجسم ويضر جسمه بعدين ويندم. وبالنسبة للمي كتير فيها فوائد للجسم. ليش ما أني أول ما بتفيقوا إني بتشربوا لكم كاستين مي تكون دافية. بذر الكتان كمان كتير فيه فوائد للجسم وللشعر، وفيه مادة الكولاجين، يعني كفيل إني يغسل الأمراض من جسمكم، وبنفس الوقت بيعطيكم كولاجين لجسمكم. وخصوصا الصبايا راقدين أكتر الأحيان على الكولاجين وعلى الأوميجا 3 وعلى هيك شغلات كتير فيهم فيتامينات هدول للجسم. إني خلص واحد ياخد شغلات طبيعية، بذر الكتان، بذر القاطونة، بذور الشيا، هدول كتير مفيدين. إني حاولوا إني هيك تهتموا بجسمكم بشي طبيعي. كل يوم على الريق كاستين مي هيك تكون دافيات، كفيلة إني تغسل السوائل، عفوا السموم اللي بالجسم، وتعطي طاقة للجسم، وبنفس الوقت إني وحدة كل ما لا بتنحف شي طبيعي، أحسن ما تاخد أدوية من الصيدلية وتنضر فيهم. وهيك يا صوايا بكون انتهى الفيديو، بس حديثي طويل ما بينتهي يعني. لا تنسوا تحطوا لي تعليق حلو مثلكم. والله بستودعكم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.